الجن اللي على بنتي جايب لها هدية آثار تحت البيت وتحت شقتك انتي. أنا عايشة الجحيم من 3 سنين بالظبط من ساعة ما اتقالت لي الجملة دي. أنا بنت يتيمة عايشة لوحدي، ماليش عمام ماليش خلان ماليش حد في الدنيا. أمي وأبويا كنت عايشة معاهم لغاية ما توفوا، كنت براعيهم. ليا جارة مجرمة، مجرمة بمعنى الكلمة، اسمها زينب يوسف إبراهيم. كانت عايزة تحفر في شقتي علشان الجن اللي على بنتها قال لها كده. هي بتاعت سحر طول عمرها وبتخوف الناس ومسيطرة على المنطقة كلها برمي البلا. عندها رمي البلا ده حاجة تسليتها يعني، كمية محاضر للناس طول عمرها. آه، قلت لها طيب اتفضلوا خدوا شقتي واعملوا فيها اللي انتوا عايزينه وهاتوا لي حاجة بدلها. آه، طبعا مش هيعملوا كده، انتي مش هنجيب لك حاجه. راحت عامله لي بشعرها كده، قالت لي وحياة ده لا هنعيشك في رعب وهتطلعي ورجلك فوق رقبتك. قلت لها مش هطلع لان انا ماليش مكان تاني. يعني هو مش حب في ان انا اقف قدام واحده زيك، بس انا حقيقي ماليش مكان تاني. طبعا انا شفت الجحيم بعدها. هي قرروا يحفروا عندهم في الشقه اللي قصادي، اللي هي بتاعت بنت عمهم. هم كلهم في البيت ولاد عم في بعض. قرروا يحفروا عندهم. حاولت ابلغ، لقيت تواطؤ من الحي والاسم بشكل مش طبيعي، ما كنتش اتخيله اصلا. ولقيتهم جايين بيتهجموا عليا انا. وعرفت وقالت لي بعد يعني قعدت تردح لي وتقول لي انت هتقدري عليها، احنا مفيراك. ان هم قالوا لي قبل ما يجوا علشان قالوا لي اعملي حسابك احنا جايين، فبيغطوا الحفرة من على الوش لغاية ما ربنا وفقني واثبت وان هو في حفر. وراحت النيابة والنيابة اثبتت ان في حفر. وطلعت من النيابة بعدها ب3 ايام. قال يعني مش هيعودوا، يعني هم طلعوهم بعد 3 ايام. قال يعني مش هيطلعوا يعودوا، يعني قالوا لك الحفرة 3.5 متر. خلاص قلت خلاص انا عملت اللي في وسعي وخلاص. وفضلوا يحفروا برضو لمدة السنتين اللي فاتوا. جوزوا واحدة اسمها أميرة اللي هي كده لعلي، وفضل يحفروا السنتين اللي فاتوا. وانا عارفة ان هم بيحفروا ساكتة، انا خلاص انا هعمل ايه. لغاية شهر 5 اللي فات، اللي هي هتطلع فيه معاش، اللي هم كانوا عاملين حسابهم ان هم هيخلصوا فيه ويطلعوا بالحاجة. ما خلصوش وما لقوش الحاجة، وقالت لك البوابة لازم من عندك انتي. ف طيب اعمل إيه؟ يعني عايزه إيه؟ خدي برضو الشقه واحفري ادام البوابه من عندي انا، وانتوا بقالكوا سنتين بتخربوا وبتحفروا في البيت ومحدش عارف يعمل معاكوا اي حاجه. فماشي خدي الشقه برضو. قالت لي طبعا اكيد مش هتاخد الشقه ومش هتديني حاجه. كل مره كانت بتقولي اوكي وبتاع لغايه ما تحضر لي وترتب لي حاجه. طبعا انا في خطر. انا اللي حصل لي من كام يوم مفيش بيكو حد يقدر يستحمله على بنته ولا على حد يخصه. أنا عايشة بلا أدمية بلا كرامة بلا رحمة بلا أمان. من بات آمن في سربي. أنا مش عايشة ده بقالي سنين. حياتي وصحتي بتنهار كل يوم عن اليوم اللي قبله. كفار قريش ما عملوش في الرسول عليه الصلاة والسلام قد ما المجرمة دي عملت فيا. وانا لوحدي تماما من سحر اللي اتعدت عليا. هي وابنها دخلوا عليا وسرقتني، وابنها اتحرش بيا. ورحت طلبت النجدة وكان معايا محامي، وطلبت مرة واتنين وتلاتة محامين وبيطلعوا بيضموا عليها وبتعرف تستقطبهم ليها كويس قوي. المحامي بعد ما طلبنا النجدة ورحت علشان اعمل محضر قالوا لي هتتحجزوا انتوا الاتنين وتتعرضوا على النيابه. قلت لهم ماشي ما عنديش مشكله، المهم اخد حقي. دول دخلوا عليا وتحرش بيا ابنها. المحامي قال لي لا انا مش هسيبك تتحجزي، انتي بنت بنوت وكده مش هسيبك تتحجزي. قلت له طب ما انا هاخد حقي ازاي؟ قعد يحلف لي ان هو هيجيب لي حقي باي طريقه من الطرق. طبعا احنا خرجنا من النيابه، عملنا ورقه صلح كده، خرجنا من النيابه طبعا يعني ولا اكن حاجه حصلت. ابتدت تفترق كل مره بترتب لي ترتيب تاني مختلف اقوى لما بتلاقيش رد فعل. آه، قعدت 4 شهور بتكسر في بيتها، بتكسر في شقتها فوق علشان تجيب إزالة. بنتها ماشية مع ناس كبار
بنتها هي بتفتح لها كل السكك اللي في الدنيا، ماشية مع ناس كبار. فين قانون؟ من أين لك هذا؟ عربية وفلوس، فلوس ملايين. بنتها جابتها من ما فيش. أنا طبعا ما يخصنيش كل ده، أنا يخصني إن أنا أقعد في بيت مقفول عليا 4 حيطان، آمنة في حياتي، أكمل رسالتي في الحياة لغاية ما أموت وخلاص. لغاية طبعا الترتيب ده كان اللي هي تجيبوا إزالة للبيت، معرفتش تجيب الإزالة للبيت، كانت كل شوية تجيب معاينة، معرفتش تجيب إزالة للبيت. دخلت على الترتيب التاني. الترتيب التاني ده كان اللي هو ان هي هتدخلها الجامعة عليا، فسرقت باب المنور، وانا عندي كل الحاجات على الموبايلات اللي هي سرقتها، ودخلت على الجيميل بتاعي، سرقته علشان تمسح اي حاجة من البلاغات والحاجات والفيديوز اللي انا عاملاها، يعني اللي انا حطاهم كدليل ان هي لو حصل لي اي حاجة في الدنيا تبقى هي دخلت مسحت كل حاجة تخصها، علشان لو اتخلصت مني النهاردة ولا بكرة ولا بعد كام شهر تبقى هي ملهاش علاقة. الاسم بيحميها. انا ببلغ وزارة الداخلية ان هي يغسوني، ان انا في بلدي مش عارفة اعيش يوم واحد علشان حميها حرامية، علشان بعض الناس المجرمين بيسيئوا للناس الشرفاء اللي المفروض بيحمونا، يشوفوا مين اللي وراها ومين بيدعمها.